مساء الفل، مساء الجمال، مساء الحلويات على احلى ناس. اهلا بيكم فيديو جديد مع محمد تهامي في قناه تهامي ديزاينز. النهارده الموضوع بتاعنا موضوع شيق جدا، جاي اوديك حبه التريكات اللي هي نازله جديد. التريكات لما تكون جديده بتديك حبه انطباع وديكورات جديده. ده باللغه الدارجه. تعال نتكلم بشكل علمي شويه. التريكات دي يعني التكوين والديزاينز بتاعتك تكون مختلفه وتكون متكامله مع بعض ومترابطه مع بعض، والكوتيشن تكون قليله. يعني ايه؟ يعني تعالى نتكلم على مشروع من المشاريع بتاعتنا ابتدينا نظبط السكيل بتاعه، دايمنشن، التكوين، الديزاينز، الديكوريشنز كلها، الكونسبت ككل، نظبط الحاجات دي كلها. من اول لما نخش الشقه دي فيها عيوب قاتله. ايه هي؟ شطراتها قاتله. يعني ايه؟ الشطره فيها يعني عدم يعني الزاويه او الضلع تتساوى فيه الاضلاع بسكه حوالي مثلا يبقى مربع زاويه قايمه. لا، ده هتلاقي مثلا الضلع مثلا ينشطر او يبعد عن الضلع الاخر 80 و90 سم. الشطره قاتله وواضحه جدا. ابتدينا نعمل كونسبت ونعمل ديكوريشنز ونعمل التكوين بتاعنا. تعالوا نخش من اول ما بدانا من الشقه. الباب لسه هيتغير التجديده بتاعتنا، والحته التركايه اللي هي في الغاز هنعمل دي جيل مدفون في اصبح مشاكل الناس اللي بتحط عليها المهندسين الجداد دول، والناس اللي بيقول لك يحط عليها عود ورد وتقلبها ايه زرع وتقلبها حبه نباتات وترش عليها ميه. مفيش الكلام ده. مع الديزاينز والديكوريشن الصح المظبوط نبتدي نحط الشكل بتاعنا. البوكس بتاعنا ده هيكمل ويتفتح ويتقفل، فاصبح انت عملت الوظيفيه. هو دي وظيفه مهندس ديكور، عملت الوظيفيه وعملت التكوين. الشكل هنا ده الباب ده هيتغير، هيبقى تكوين جديد. نبتدي نخش هنا السلايد ده هتقفل برده معانا بنفس الاستركبات دي بديل الرخام. نبتدي نخش على الكونسيبت بتاعنا. هنا ده الكاونتر بتاع المطبخ وكشكله جمالي مع بديل الرخام. طبعا الخامه كانت هتبقى رخام، بس الرخام هتبقى هاي كوست، ننزل باللو كوست شويه او نت كوست، فهنوصل للتكلفه دي فتبقى شكلها مرتاح شويه. مع ان الحاجه دي لسه هتبقى دوكو، تكوين الكيرف دي، الحاجات دي كلها. ارجع ورا انا بس اوريكم الكادر شويه. فهتبتدي الكاونتر بتاعنا من هنا اهو زي ما انت شايف، هتلاقي العلاقات. تعالى نخش ده كده شكل المطبخ، ونكمل التكوين بتاعنا. يقفل معايا الستريب لاين ده. تعالوا نشوف المطبخ برضه. دي اوضه المعيشه هوريها لكم، بس تعالوا نشوف هنا اهو بانوراما التكوين. يعني تعالوا نقف من الزاويه دي بقى كده ونتفرج على شكل اصبح من الليفل هنا لاول الايدج دي لغايه لما يكمل 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 لغايه لما يقفل معايا التكوين بشكل جمالي واحترافي. طيب لحد كده سكتنا؟ لا، المكان هنا كان فيه شطرات. تعالوا نبص الجبسون بورد. الضلع اللي انت فيه هنا ده من اول هنا ابعد عن الضلع الثاني 80 و90 سم، فالزاويه كبيره قوي، فما ينفعش انها تتساوي. طيب نعالج العيب بعيب. طب ازاي؟ نبتدي نحط شكل الغير منتظم زي ما انتم شايفين كده، ونبتدي نعمل العماقه والتكوين بتاعنا بالديكور ده. تعالوا نخش نشوف من اول الكادر ده. نبتدي نرد بستراب هنا، وهيبقى فيه ليد بروفايل وليدنج وبتاع، هيبقى شكله حلو. تعالوا نخش بقى الانترنس الثانيه. دي المنطقه بتاعت السفره اللي احنا كنا فيها، اللي بص على الكاونتر بتاعنا. الكيرف يعني نفس الروح الكونترست الناحيه الثانيه، وابتدينا نخش في المنطقه الثانيه الخاصه بالاستقبال والقعده. عندي من اول هنا زي ما انت شايف كده الاستقبالات دي طالعه ماشيه في السقف كشكل تكويني مديها علاقه وديكور جهنمي مع حبه الاسطر او الشروازيه، تبقى الموضوع. تعال نخش هنا بقى للتي في يونت. التي في يونت فكك من الجبسون بورد وفكك من العلاقات القديمه وفكك من الحاجات اللي هي ايه ايشنت شويه، فهيديك الاستربات دي مع التكوين هنا مع ليفل كاونتر من تحت التي في يونت بتاعتنا مع المكتبه، هتبقى شكلها حلو. طب تعال نبص الحته دي، هتديك حبه علاقات وتكوينات رهيبه جدا، مع ان الشكل هنا برضو اكتر حته منتظمه هو الزون ده. هنبص عليه فوق، ابتدينا ناخده مستطيل ونعمل عليه الايدجز دي عشان ننقل نفس الروح اللي يمشي مع الفراغ. وتعالى نشوف الناحيه الثانيه برضو الفراغ فيها هنا اهو. اول ما تخش كده من هنا ضيق لحد هنا 90 سم. انت متخيل الفراغ كده وصل لحد هنا الحته دي 90 سم. طيب ابتدينا نعمل التكوين في السقف ده كشكل مش منتظم زي ما انت شايف كده، بحيث ان يتوه الدنيا وبحيث العلاقه عندي ايدج سليم وايدج غير منتظم، فتبتدي تتوه العلاقات وتشوف الدنيا بتاعتك. وهنا حبه لاين خشب هيبقى عليها سبرينتات ستانلس وهتبقى فيها ديكوريشن زي ما انت شايف كده من ورا. القعده بتاعتنا هتبقى كده، وهنا تيبل او الهاي تيبل، وبعد كده هنا ممكن يبقى تيبل صغيره سفره. التكوين بتاعك مرتاح. تعالوا نخش بقى اوضه المعيشه، وهي اوضه
الراجل في البلاي ستيشن، الراحه، القعده وعدم وجع الدماغ وايه والصداع. تعالوا نخش نشوف الاوضه دي. الاوضه دي فيها حبه اسرار كتيره قوي، برضه فيها نفس المشاكل بس حبينا نعالجها. شكل الباب حاجه اب نورمال شويه، الثمره الارض المحترمه، التكوين بتاعنا الكويس بتاعنا ده. وهنا عندي الشكل ده ستانلس جولد. الطابع هنا اللي ماشي في الشقه هيبقى الجولد شويه. وتعالوا نبص نشوف الدنيا بتاعتنا هنا اهو. نخش هنا، هي حاطين فيها بس حبه الحاجات، احنا لسه بنفنش. هنا نتيجه الرخام بس بطريقه جديده، المطفي مع هاوسنج معمول له حاجات الدفن بتاعته هنا اهي. هتنور ليد على الستريبات لاين، الحاجات اللي موجوده مع الستريب لاين اللي هنا، وهتنور وهتبقى التي في يونت. تعالوا نلف مع بعض، عاملها ستوك بس لبعض الحاجات. ومع ان انت عندك حبه ديكورات هنا مع الستريب لاين بتاعت التي في يونت، مع حته تي في جديده باختراع جديد، وهتلاقي الشكل بتاعها مختلف. مع الستريب لاين هنا اللي فوق ده جيبسون بورد هيديك ليد لايت اندايركت. مع ان لسه هنفتح حبه حاجات. تعالوا نكمل ونشوف الشقه. وزي ما انتم شفتوا كده نلف لفه سريعه على بالعين الكاميرا كده اهي. شايفين نفس الموضوع، هيبقى الشكل حلو اهو زي ما انتم شايفين اهو الفراغات. والاوضه دي ليها ميزه. ايه الميزه بتاعتها؟ ممكن تستخدمها كتي في كليفنج وفيها تي في، وممكن احولها قدام شويه لاوضه نوم. ايه ده ازاي؟ اقول لك ازاي. طيب العلاقه بتاعتك هنا، يعني انا اقدر اعمل يو شيب الكورنر بتاعتي على تي في يونت في ظهر الكاميرا كده. طيب الحل التاني ان انا عندي المجموعه بتاعتي التلفزيونز والحاجات دي كلها، اقدر احط عندي التكوين بتاعي الدولاب هنا، واقدر احط سرير هنا. طب انا حليت المعالجه بالاثنين. ازاي؟ هي حته لازم يكون معاك حد شاطر قوي. الحته دي الستراب ده كويس قوي، بيديك شكل 3 لايرز كده بينوروا على بعض، وحاجه لسه نازله جديده عشان بس ما اتحرقتش والناس تقول لك ايه ده نزل في السوق وده مش عارف ايه والكلام ده كله. الشغل ده الشغل الجديد. تعالوا نكمل ونخش ونشوف بقيه. تحبوا نخش مثلا على بقيه الغرف، وبعد كده هيطلع على الروف بشكل جديد والديكور جديد. الباب ده سلايدنج يعني كشكل تقدر تروح بيه كده وترجع تاني. يعني تقدر تفتحه وترجع تاني. فده مش واخد حيز، والفراغ بتاعه مش كبير. تعالوا نخش نشوف بقى الحته هنا. هيبقى في درجتين اكشن كده عالي قوي من اللي هم ايه الليد لايتس والاندايركت لايت. ونطلع من هنا كده ونبتدي نخش في الطرقه. عملنا الطرقه ساده ليه؟ لان كان عندي مشكله في ازمه الغاز وهنداريها حسب الديكور. ونبتدي نخش باول اوضه غرفه الاطفال. الاوضه دي ما كانتش الباب بتاعها ما كانش هنا، يعني في الطبيعي الباب بتاعها كان هنا. طب احنا جبناه هنا ليه؟ عشان هقول لك عملنا كده ليه. تعالوا نخش نشوف كده. الاوضه اول ما نخش كده هو ده الديكور. كان عندي عمود خرسانه اللي هو ده اعلى من المستوى الثاني، وابتدينا نعمل معالجه للجبسون بورد بالديكوريشنز والديزاينز اللي موجوده زي ما انت شايف. عندي سرير يمين، سرير شمال، والكومود في النص. وبعد كده تعالوا نخش نلف كده بالكادر معانا. زي ما قلت لك احنا عدلنا مكان الباب ليه؟ عشان الشكل بتاعي هنا بقى مختلف. بقى حطيت الدولاب هو ده الدايمنشن كله، والتي في هنا فيها مكتب ومكانها التي في، والدولاب يمين وشمال مربوط بالنص. بقى حاجه ايه؟ لما شرفنا التي في والعلاقه بتاعتنا اصبح احنا عملنا معالجه وظيفيه، وبقى عندي مساحه حره بالنسبه لي هنا، وعندي السريرين ما عدوش المنطقه دي، وعندي السريرين ما عديش المنطقه دي، فاصبح ان انا عالجت المكان. تعال نخش بقى ونشوف ايه الغرفه الثانيه. الحمامات هيبقى ليها طابع وموضوع ثاني برده، وهنخش بيها في موضوع. ده الحمام بابه زي ما عدلناه برده، ده دخلنا. وهنا الاوضه بقى، وهنا سنسقط قليلا زي ما بيقولوا ايه احتراما وتقديرا. غرفه النوم بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ما فيهاش ولا ضلع منتظم. تعالوا نخش نشوف كده مع بعض. من اول ما نخش من هنا انت دخلت كده طبيعي السرير كان هنا، وده نص الضلع ده هتلاقي الزاويه بتاعته هي على الارض على السرير. الضلع رايح كده اهو، بص تلاقيني رايح هناك اهو زاويه مقلوبه، والضلع ده زاويه مقلوبه، والضلع ده زاويه مقلوبه. قاعد في اوضه غرفه نوم عادي جدا يسري. بالبلدي خلاصه الخلاصه، حلك وظيفتك تقف تتحرك
المشاكل تقف من التكوين، ما تبقاش عندك تحدي تقول لا انا مش هاخد الشقه دي، تحل المعادله. طب نعمل المعادله ايه؟ والمعالجه بتاعتك نحط التي في، هنحط ظهر السرير بتاعي هنا. يبقى احنا عملنا المعالجه بتاعتنا بشكل جمالي، هناخد من الايدج لاين لغايه الاخر ونحط السرير، وابتدينا نعمل تكوين غير منتظم عشان يمشي مع السقف الليد لايتس اللي هتبقى ايه موجوده هنا. اصبح الشكل كجمالي حاجه منظمه مع ستريب لاين زي ما انتم شايفين كده، 3 لاين دول ماشيين معايا لغايه كيف معايا هندسه كده لحد فوق، لحد لما انزل بيهم كده واجي هنا. طب احنا هنا ده ايه؟ تسريحه، حاجه تسريحه اوزي صغنونه كده بالليد لايتس ليها مع التيبلز بتاعتها والكرسي، وعملنا المعالجه، عملنا دريسنج وعملنا بارتيشن فاصل بيها. طب هنيجي نقول بقى احط التلفزيون فين؟ التلفزيون اصبح حاطط على البارتيشن ده من الناحيه الثانيه، يعني انا لما هاجي كده يبقى هو ده البارتيشنز بتاعتي، التي في عندي هنا انا بتفرج عليه وانا نايم على السرير، وخلاص الشكل بتاعي. الديكور بتاع الباب، الحاجات اللي هي واخدينها الستريب لاين دي، البروفايل اللي هي ستانلس كجود وشكل حلو قوي. الباب ده كان اصغر من كده، كان باب صغير جدا، ابتدينا نكسره ونعمل الديكور زي ما انتم شايفين، ابتدينا نعالج الكلام ده. احنا عملنا كده ليه؟ عشان نحل المشاكل. تعالوا بقى نخش بقى في اللقطه الاخيره، وهي الشقه دي تمتاز بايه؟ بالروف. الروف بقى اي حد هيقول لك تعالى اعمل حاجه تقليديه، تعالى عك شويه، تعالى مش عارف ايه، تعالى نخش وهنلاقي ايه؟ نبص كده سريعه زي ما انت شايف كده بالسقف والديكور، وزي ما انت خارج ونخش نطلع بالشقه كانك انت نازل من اوضه النوم بتاعتك وطالع تشوف البانوراما والشكل الجمالي ده. تعالى نتفرج كده، ده سلايدنج وسلايدنج من قطاع كبير الالومنيا المحترمه. فتعالى نخرج نخش نشوف القصه دي. اللقطه الكبيره واللقطه الجامده قوي بقى هنا. برضو عندي مشكله ان الشطارات والعلاقات كانت بايظه، وكانت عندي من ضمن التحديات والصعوبات اللي قابلتنا كتير قوي ان الحاجه غير منتظمه كتير. طب نعالج ده ازاي؟ طب نحل ده ازاي؟ نبتدي تخش بقى في الانبهار. احنا نبتدي نجيب الخامه دي جيستر، نبتدي نجيب البراون 3 دي، نقطعه 3 دي لايرز كده، نحط ليد بروفايل هنا، نحط ليد بروفايل هنا، هنا حاجه تسليك. تعالى نشوف السور برضه تكويناته، الكيرف بتاعه حافظنا على الواجهه القديمه عليه، وابتدينا ايه نشتغل على الشكل ده. الكلام ده كله نعمل الكيرف ده بالدوران ونشتغل. يجي هنا برضه نفس القصه، دي سماعات ساوند سيستم، تلاقي ايه؟ سامع صوت من غير ما تعرف جاي منين، يعني مش في السقف. وهتلاقي عملنا حاجه مجنونه شويه، وده هنتكلم كتير. طريقه عزل الشلال وايه؟ وده شلال. الشلال ده ليه مميزات كتير قوي. ابتدينا نعمل هاوسنج مباني، ابتدينا نعصبه، وابتدينا نستخدم الحاجه بتاعته، نعمل له الشاسيه بتاعه، نعمل له بيسمنت مبنى، ونبتدي نقفل المواسير، وابتدينا نشتغل عشان في الاخر ده هيبقى سلايد ميه هنا ووتر نازله على المنطقه دي، فهتلاقي شكل جمالي الديكور انت ما شفتوش قبل كده. تديك انطباع الميه مع الريفلكشن بتاعت الميه ولا الانعكاس بتاعها، هتديك شكل جمالي. يجي هنا بقى عندنا درجه نطلع للمنطقه الثانيه، المنطقه الملكيه. يعني ايه المنطقه الملكيه؟ المنطقه الملكيه دي هتبقى انت قاعد هتتقفل زي البطوله او هتسافر زي ما هي، تقدر تعمل الشكل بتاعها. تيجي نطلع نبص كده سريعه، هتلاقي الشكل بتاعك كده برضه نفس القصه، والحته دي ممكن تتقفل زي برجوله او سكاي لايت، تبقى شكل جمالي تحفه جدا انت ما اتعودتش عليه. طبعا العمدان لا غنى عن ان احنا نقدر هنعمل في كل عمود شكل جمالي، ليد بروفايل ليد بروفايل ليد بروفايل، عواد ليد بروفايل، وتبقى شكلها تحفه وشكلها ممتاز غير التقليدي، مع فانوس من فوق او لايتنج من فوق شكله شيك وهيديك الانتباه. ده ان توتال الشقه، ودي ديزاينز ودي ديكوريشنز اللي انت بتتكلم عنها، ودي الافكار اللي احنا جايين نتكلم عنها بشكل عام. خلي بالك مهما كان الصعوبات، زي ما انت شايف الفيو تحفه منك للنيل، بس لكن المكان اصلا مهندسين كتير رفضت تشتغل فيه، مهندسين كتير تعارضت انها تتعامل معاه لعده اسباب. الزوايا كتير، الحاجه الغير منتظمه. هنا بيبان قوتك كمهندس او قوتك كمنفذ معماري، يبين لك النتيجه بتاعتك ايه. في البلدي مفيش حاجه سهله، كل الحياه صعبه، حاول تحقق اللي انت عايزه.
الوقت اللي انت عايزه، وهتنجح وهتقدر توصل للي انت عايزه. ما تنساش بقى بعد كل المجهود اللي بعمله لك وكل الفيديوهات دي، تفعل زر الجرس، تعمل لايك، سبسكرايب، تشترك معانا في القناه. كان معاك مهندس ديكور محمد طارق، قناه تهامي ديزاينز. السلام عليكم.